مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي طبعا علشان بدون مقدمات وبدون اي حاجه الاستاذ احمد بديع المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن معانا دلوقتي ومشرفنا. برحب بحضرتك استاذ احمد. الحمد لله على السلامه. سلامك الله. خير. ابدا الطريق واقف. كل الطرق واقف. كل الطرق واقف. كل الطرق واقف. القاهره في شلل. لانه ما اعرفش شلل متعمد ولا غير متعمد. يعني احنا البنزينه اللي هي على اول الطريق دي الوطنيه. الوطنيه دي الناس واقفه صف رابع وامبارح انا كنت في القاهره برضو. الساده امناء في كمين بلبيس، كمين اللي هو السلام، مدينه السلام، وانت داخل السلام على ايدك اليمين. الساده قاعدين يشربوا سجاير وشاي مزاجهم معانا جدا، والناس كلها داخله في بعضها، مفيش حد بينه وبينه بالظبط، بينه وبين المفارق اللي هي عامله ازمه 10 متر وسايبين الناس هي. وانا وقفت فيه بالظبط 50 دقيقه. 50 دقيقه ولولا ان السواق بتاعنا يعني قلبه جامد مش خايف على مرايات عربيات. امبارح اللي ساكنين في القاهره في الجيزه عند حديقه الحيوان كوبري الجامعه واقف تماما. كوبري قصر النيل واقف تماما. انا امبارح خدت تاكسي عشان اروح الاوبرا، نزلت ومشيت على رجليا لان انا عشان الحق مواعيد. طيب انت حضرتك شايف الازمات دلوقتي، معلش خلينا مع اقتراب الذكرى الثانيه لثوره ال 25 من يناير واحنا شفنا التقرير دلوقتي، الناس حاسه بامل فيه. يعني دلوقتي يقول لك معلش ازمات وسولار وارتفاع في الاسعار وكل حاجه، ما فيش حاجه تخلي الواحد يتشجع ويقول احنا عملنا ثوره ونجحنا. الثوره لسه ما خلصتش. الثوره لسه ما خلصتش، صحيح. الثوره لسه ما خلصتش لانه في معوقات كتيره جدا للثوره، من داخل الثوره ومن خارج الثوره. في تآمر ما حدش ينكره دولي على الثوره من الخارج. الدوائر ودول الاقليم برضه للاسف الشديد بتساعد بشكل او باخر في انجاح هذه المؤامره، سواء كان بقصد او بغير قصد، في الضغط على مصر في المسائل الاقتصاديه. وهم مش عارفين انه ده في النهايه ضرر بيهم، لان لما تقوى مصر بتقوى المنطقه وبيأمنوا. وفي طبعا للاسف فصيل داخل البلد بيعمل مشكله. يعني انا مش فاهم ايه المشكله الان يعني. وطبعا في الحكم اخطاء ما حدش ينكرها يعني. طيب في الحكم في اخطاء والمعارضه عندها اخطاء. طيب الناس اللي نازله يوم الجمعه ان شاء الله، المعارضه وحتى في بعض الاحزاب المحسوبه على زي حزب مصر القويه هينزلوا الميدان علشان معترضين على اخوانيه الدوله وعلى السياسات الخاطئه للحكومه، على الحوادث المتكرره، على ان لغايه دلوقتي ما جاش حق الشهداء واللي احنا مستنيين. هندخل في موضوع مذبحه بورسعيد. انت حضرتك شايف والاخوان والقوى الاسلاميه عايزه تنزل تحتفل. الناس بتطالب، واحنا كان لسه معانا اتصال بيقولوا الناس ليه نازله القوى الاسلاميه المفروض ما تنزلش تحتفل. بنحتفل على ايه؟ ايه اللي عملناه للثوره علشان ننزل نحتفل؟ هو المفروض ما فيش حد ينزل يحتفل. يعني اذا كانت الثوره احتفاليه كده يعني للتعبير عن فرحنا بيها، لكن انه ننزل نعطل الدنيا كلها ده كلام غير منطقي. وبعدين قضيه حقوق الشهداء والقصاص ليهم، انا من المنادين بهذه المساله، بس ما توقفش الدنيا على كده. يعني حزب الوطن مش نازل مشارك في احتفالات؟ احنا بنشارك بمبادرات ايجابيه. يعني احنا عاملين اعلام واحد تحت مسميات شتى عشان اعلام من قيمه الوطن، قيمه مصر يعني. خدت بالك؟ يبقى كلنا، انت قناه الناس، قناه كذا، يعني اسماء شتى، لكن المفروض يبقى في رساله واحده، وهي انه احنا لابد ان نعلي قيمه هذا الوطن وما نصبش الزيت على النار زي ما بيقولوا. ما نقعدش كده يعني عاملين زي الحالقه وعمالين نفرق بين الناس وعاملين مصيبه وعاملين مناحه. انا كنت امبارح مع واحد كويتي كان بيزور مصر، كان بيقول لي انا من الاعلام بتاعكم كنت نازل المطار خايف انه يخطفوا الشنطه مني والله اللي بيصوروه هنا ولعوا لي هدومي. قال انا مشيت في الشارع الناس في ازمه بس مش للدرجه دي. بس مش كده. مش في واحد قاعده تنوح طول النهار، ولا واحد قاعد عمال يلطم طول النهار. انت احنا عاملين مبادره على واحد تحت مسميات شتى، عاملين مبادره لتنشيط السياحه الداخليه والخارجيه. تمام. عندنا مؤتمر في شرم الشيخ، عندنا مبادره بالنسبه برضو للرياضه. فاحنا بنعمل اشياء ايجابيه على الارض، لانه ده المطلوب. انا هنزل النهارده اقول يسقط ولا يرحل، طب وبعدين ثم ماذا؟ الفوضى. طيب هنا كلمه الفوضى، ايه البديل اللي عندنا؟ طيب احنا المعارضه لماذا يعني ما يكونش في حزم وقوه مع كل من يريد تدمير هذا البلد؟ لما نطلع ناس يقول ان احنا رايحين يسقط حكم المرشد ويسقط الرئيس مرسي، طالما يسقط الرئيس مرسي وانت ما بتحترمش الشرعيه، الناس دي ما بتتحاسبش ليه؟ يعني الناس دي متسابق ليه؟ الفوضى دي لغايه امتى؟ اولا يعني لا يصلح الناس فوضى لا صورة له. ومش عايز اقول بقى اكمل باقي البيت اللي ربما بعض المشاهدين يعرفوا، لكن انا عايز اقول ايه، احنا المفروض نعمل على محورين اساسيين. المحور الاولاني الحزم، والحزم يبدا مع رجال الشرطه. في الحقيقه
التهاون والتراخي وزياده المرتبات اللي خدوها والبغداد اللي عايشين فيها مش عايزين يشتغلوا. لا، انا عندي طلبه كليه حقوق كتير جدا جدا جدا، وعندي طلبه كليه اداب علوم انسانيه كتير جدا جدا. ايوه طيب احنا بنقول الاقتراحات دي من اول ما الثوره ما حدش بيسمع، ما حدش بيسمع. خليهم لما يغرقوا، ما حدش بيسمع انه النهايه ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حد الطبطبه دي لازم تنتهي. الناس في الشارع يا اخي، الناس في الشارع ينزلوا يشوفوا. الناس في الشارع عايزه حزم. الناس في الشارع ما لهاش علاقه بمين يحكم ومين يتحكم. الناس في الشارع عايز اخر اليوم يروح بيتهم ب5 خبزات ويكون في جيبه فلوس يقدر يجيب عشاء لعيال ولا دواء للمريض عنده. الامور لازم تمشي. انا مش فاهم في ايه يعني، انا مش فاهم في ايه بالظبط، حد يفهمني. النهارده احنا لازم نشتغل على محور اساسيه، محور الحزم. الجماعه الساده ضباط الشرطه اللي مش عايزين يشتغلوا، والساده الامناء اللي مش عايزين يشتغلوا، اللي هم كانوا قبل الثوره ما لهمش حق يترقوا، وكان دايما حبيب العدلي يقول انا عندي الشرطه بتبدا من ضابط وانت طالع. الناس دي اذا تشتغل اهلا وسهلا، ما تشتغلش تتفضل معززهم كرم تروح في بيوتهم. خدت بالك؟ واحنا مستعدين ننزل نشتغل. الرئيس يطلع يا اخي يقول للناس انا عايز جيش وطني، عايز اي حاجه، متطوعين. هيلاقي البلد دي فيها رجال. الازمه اللي انا بحكي لك عليها اللي كانت عند كمين السلام اللي حلها مين؟ الناس نزلت رجاله اولاد بلد، شهام ووقف ده مشى ده، قدرنا نمشي. الرئيس يعمل كده طول ما هو بيطبطب عليهم. مفيش امل. طول ما الطبطبه شغاله في البلد مفيش امل. خايف من ايه؟ الاعمار بيد الله، والحكم ربنا اللي بيعطيه وربنا اللي بيسلبه. البلد دي في حق هيتقابل يوم القيامه يقول لربنا ايه؟ يقول له والله اصل انا كنت براعي القوى الليبراليه والقوى العلمانيه والقوى الداخليه والقوى الخارجيه، واصلا ما كنتش عارف. يشتغل، ينزل شباب الاخوان في الشارع، يلبسوا تيشيرتات وينزلوا ينظموا حركات المرور. عملوه ايام ينزلوا حركات المرور. فين الرأسمالية الوطنيه؟ فين الفلوس؟ تنزل فلوس في البلد. احنا معرضين لمخاطر جامه جدا. الناس قاعده حاطه ايدها على خدها، مفيش معجزات بتيجي من السماء خلاص. بالظبط. ما حدش ينتظر معجزه من السماء، لازم انت تشتغل. ربنا اعطانا هديه الثوره، اذا ما استغلناهاش هتنقلب علينا. الكل عارف ان مصر دي حجر الزاويه في التغيير في المنطقه، والكل كابب على مصر النهارده. فلازم تبقى في حزم في الاداره. مفيش حاجه اسمها طلع قوانين، اعمل اي حاجه، اشتغل، يبقى عندك حزم. ثانيا لازم نشيع، ودي مساله مهمه جدا، مناخ المصالحه الوطنيه. ازاي يبقى في مصالحه وطنيه؟ طيب في مصالحه وطنيه. انت الان عندك قوه كانت مرتبطه بالحزب الوطني، كانت مرتبطه بالنظام، غصب عنها كانت مرتبطه بالنظام. كان عندك 2-3 مليون عضو في الشارع. تمام. انت مخوفهم ليه؟ ده مش منهج النبي صلى الله عليه وسلم. صفحه جديده بالظبط. كل الدنيا عملت كده. نيلسون مانديلا لما خرج من السجن عمل ايه؟ كانوا البيض بيقتلوا السود في الشوارع. النبي محمد، سيبك من نيلسون مانديلا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ يعني لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتح مكه وجت هند بنت عتبه التي بقرت بطن حمزه عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عاتبهاش النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جه عكرمه بن ابي جهل اللي كان في قتال مع النبي 21 سنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما لحقش يلبس رداءه يرحب بيه، وكان لسه مشرك، وقال مرحبا بالركب المهاجر. خدت بالك؟ وقال لا تعيروه بأبيه. أبوه الناس بيقول أبو جهل، فلو هيسمع كلمة أبو جهل يزعل. قال لا تعيروه بأبيه فإن ذلك يضر يعني بالحي ولا يضر بالميت. فأنت لازم تشيع مناخ من طب هنا الناس هتسأل المصالحة الوطنية مع كل رموز، مع لا كل مش مع كل الرموز، يعني الناس اللي قتلت مثلا، الناس المتهمين. لا لإيدي في دم اللي عنده مال، ودول قلة. لكن لازم الباقي اللي هم كانوا منتفعين. يا أستاذ بلال، حتى بلاش مع الفصيل ده، مع فصائل المجتمع الثانية، مع قوى المعارضه الاخرى. احنا بنقول مش عاوزين، امال احنا سمينا حزب الوطن ليه؟ عشان مش عاوزين استقطاب حد في البلد. عندنا دايره بتحكمنا كلنا، الدايره دي لها ثوابت، اللي عاوز يتفق مع ثوابت من القوى الاسلاميه اهلا وسهلا، بس في ثوابت ثانيه في مصلحه البلد، اللي عاوز يشتغل لمصلحه البلد يشتغل. فالقصه ان احنا لابد ان نشيع، لانه انا عارف انه احقاق الحق اصعب من ابطال الباطل. طيب علشان الناس بس ما تزعلش مننا، في ناس على فكره انا لازم اقول ده لحضرتك، الناس على الفيس بيحبوا حضرتك جدا فعلا، والكل بيبقى فرحان لما بتكون حضرتك معانا. علشان ارائك اللي انت حضرتك يعني لا تتردد ابدا ان انت تقول. مش هتردد، انا طول النهار ماشي في الشارع. تمام. انا سواق التاكسي امبارح قال لي معلش انا هنزلك من هنا وفي 100 متر تمشيه، 100 متر، قلت له لو 105 هرجع لك تاني، قال هتلاقيني واقف مستنيك. والله العظيم ده حصل. بضحك معاه بقول له لو 105 قال لي هترجع تلاقيني مستنيك، ما تقلقش. فعد وارجع تاني ده لانه انت. طيب ناخد اول اتصال معانا الاستاذ جلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. اهلا استاذ بلال، تحياتي لك وللقناه ولضيفك الكريم. اشكرك يا فندم. ارجو بس اداني فرصه عشان اكمل بس فكرتي. اتفضل.
احنا يعني تعبنا كتير قوي يا استاذ بلال في اننا نقدر نقول مين الاعداء بتاعت البلد، مين الثوره المضاده، قلناها ليل نهار، وللاسف الشديد الكل بيكرر نفسه برضه بيأكد عليها، والكل مش عارف خايف ليه. حتى القنوات الاسلاميه مش عارف ماسكه العصايه من النص ليه. القنوات الاسلاميه بتتكلم شويه على مناصره المشروع الاسلامي، وتاخد بقيه الحلقه بالكامل نقد في الدكتور مرسي، وبعدين بنتكلم كاننا بنخجل ان احنا نقف مع الدكتور مرسي او نقف مع رئيس الدوله او نقف مع اي انسان شريف عايز يقيم الدوله. عايزين نحافظ على كلامنا يا اخواننا شويه ونبطل النقد الرهيب ده. في فرق كبير جدا بين ان انا اوازن بين انسان خائن لبلده وبين انسان بيخطئ خطأ. الرسول عليه السلام لم يستثني احد حتى من الصحابه الكرام، كلكم خطاؤون. فاحنا المشكله احنا عمالين نساوي، والانسان العام وعموم الناس في الاخر بيقول لك ده مخطئ وده مخطئ، يبقى ده الاثنين مستويين. احنا مش هننفع كده. والا حتى القنوات الاسلاميه انا برى في كثيرا منها بيهاجم المشروع الاسلامي اكثر من القنوات الثانيه، اما خوفا من انه ينتقد من القنوات العلمانيه، واما ان هو يعني بيدافع عن نفسه يقول ان انا حيادي ودي مهنيه وان دي حرفيه، فارحمونا. فاللي انا عايز اقوله احنا الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا بنخلط الامور للاسف الشديد. الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال اذهبوا فانتم الطلقاء قالوا الناس صاغرين، لكن النهارده المساله صراع على السياسه وعلى السلطه. وجهه نظر حضرتك وصلت يا صراع يا استاذ بلال، اسمح لي لحظه ثانيه واحده ثانيه. فهو صراع على السلطه. لما يكون الرسول عليه السلام كان ايامه المنافقين وايامه الكفار وايامه كل الفسده، عايزين نقول النهارده بعد 1433 سنه مفيش في مصر ناس كلهم شرفاء؟ لا، مصر فيها خونه كثير جدا. لازم نفهم تماما مصر فيها خونه كثير، فيها المنافق وفيها الكافر وفيها الملحد وفيها المشرك وفيها الخائن وفيها الجبون. اعذرني والله انا عايز اسمع حضرتك، بس والله وقت البرنامج علشان بس الناس برضو ما تزعلش مننا الثانيه. انا بشكر حضرتك، يعني رساله حضرتك قويه ووصلت معانا. سلام. معلش يا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بس نتكلم تعقيبا على كلام الاستاذ. دلوقتي وزاره الداخليه لما بيجوا يتكلموا بيقولوا احنا ما عندناش اوامر بالضرب لما يكون في مشاده او في حاجه او بنعتدي على مجمع او بنعتدي على حاجه. ما فيش اوامر بتجيلنا بالضرب ان احنا نضرب على البلطجيه اللي موجوده او الكلام ده كله. فمن فضلكم يعني من فضل الدكتور محمد مرسي حتى يعني ده ابسط الحقوق، يعني ما ينفعش 25 يناير جاي واحنا قاعدين في بيوتنا خايفين والله ومرعوبين ايه اللي هيحصل في البلد. فيعني لازم يكون في حزم اكتر من كده. انا بشهد له 3 مواقف فيها حزم يعني رهيبه. مثلا لما يتكلم في موضوع ايران، لما راح ايران واتكلم هناك، انا قلت الدكتور مرسي مش هيطلع من هناك على الكلمتين اللي قالهم. سبحان الله، كان يعني مش ممكن اللي كان بيحصل. المجلس العسكري نفس الحكايه برضو، اما شالوا قلت الموضوع مش هيعدي على خير. موقفه مع فلسطين لما وقف جنبها ضد اسرائيل، فكان مواقف حازمه ومواقف قويه جدا. فليه المواقف دي ما تتخذش مع البلطجيه اللي هنا؟ مظبوط، ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. حاضر، ده اللي هنتكلم فيه. بشكرك يا سلوى، شكرا جزيلا. الناس اللي يمسك العصا من النص ما يعرفش يقاتل. بالظبط، اللي يمسك العصا من النص ما يعرفش يقاتل. وده اللي بيحصل. وانا بقول لاستاذ جلال احنا منحازين للمشروع الاسلامي، بس انحازنا للمشروع الاسلامي وللدكتور مرسي ما يمنعناش ان احنا نقول له شد حيلك. بالظبط، اسلوب طول. او لما يكون في غلط اللي احنا نقول ده غلط. يا اخي الناس العاديه سيبك من المشروع الاسلامي والاسلاميين، انزلوا اعملوا استطلاعات في الراي عند بياع الجزر لا، الناس كلها متضايقه والناس كلها خايفه. هو عامل حساب يمين. انا النهارده لما بقول لابني انت فاشل بيزعل ويبوز ويخاصمني. لما يطلع واحد على التلفزيون يقول لك ده رئيس فاشل، ده رئيس فاشل، وهو ساكت ليه؟ ايه الحنيه؟ هو بس بيقولوا فاشل. ما انا مش عايز اقول ايه الحنيه قوي دي يعني. وبعدين فين الجماعه؟ تنزل الناس، ما حدش يزعل. فين الجماعه؟ ما تنزل الجماعه. اقول لحضرتك جماعه الاخوان ليه مش قادره تنزل؟ لان هم حاسين ان هم، وده اللي بيتقال، ان الاخوان، انت لو حضرتك اكيد عارف اللي بيحصل في الشارع دلوقتي، في احتقان من ناحيه الاخوان جدا، من الاسلاميين عموما، وسائل الاعلام اللي خليه بقى لما يا سيدي الناس تنزل. مش لازم ينزلوا مربين دقنهم يا سيدي، ولا يكتبوا عليهم تيشيرت الاخوان والحريه والعداله. ينزلوا شباب متطوعين. دي مشكله، دي معضله يا اخي. مش كده، مش ممكن. الثوره في ايران، ايام ايران لما كان الخميني هذا مات 150,000 واحد وما حدش اتكلم، ونزلت اللجان الثوريه حكمت البلد وحمتها. انت في نظام بتغيره. انا لازم الاخوان ينزل، لازم يحط الوشاح ويكتب جماعه الاخوان المسلمين والسيفين. ليه؟
ما انزل البس تيشيرت عادي، انزل الامانات بتاعتي ولا المكاتب الاداريه تنزل الناس تنظم المرور، تنظم الناس عاديه ملهاش اي شكل يقول ان هم اخوان ولا مش اخوان. مش ده وطن هنحترق فيه جميعا؟ طيب ما هو هنا لو الناس نزلت هيقول لك ميليشيات يا سيدي بقول لك ينزل ما اكتبش حاجه، الناس تنزل طبيعي في الشارع زي ولاد البلد اللي بيحلوا الازمات، زي ولاد البلد اللي بيحلوا، ينزلوا. انا بقول حاجه، فين الراسماليه الوطنيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي بنتغني بيها الراسماليه الوطنيه؟ النهارده انت بتتكلم على فودافون وموبيل اللي عمالين يمصوا مدخرات المصريين في الهواء. خدت بالك؟ ليه الدوله ما تفرضش؟ في اوروبا بيحصل كده، في امريكا بيحصل كده، في بريطانيا بيحصل كده. ليه الدوله ما تفرضش عليهم فلوس عشان مساعده الناس؟ فين المشاريع المجتمعيه اللي بتقدمها هذه الشركات اللي عماله تسف اموال المصريين؟ والبيبسي كولا ودوري البيبسي كولا، فين ده كله؟ انا مش بتكلم النهارده ان انا هامم وارجع، لا، بس بتكلم انه في مجتمع لازم يتخدم، بتاخد منه فلوس لازم تخدمه، دلوقتي ازمه لازم الكل بدل ما ارفع له الاسعار. يعني الايه مقلوبه تماما في هذا الوقت. ده ايه ده؟ الحكومه انت الناس بتقول لك محمد مرسي، طب انا عاوز في قانون مش عارف اللي هو الكسب على الدخول العامه 10%، الناس مستنيه زياده، مستنيه زياده. تقوم النهارده قبل الثوره تقسم عليه 10%، تروح يقبض مرتبه اللي بيقبض اللي هو القانون بيقول اللي فوق 9000 جنيه 9000 جنيه ياخد منه 10% سنويا، تروح تقبض تلاقي نفسك مخصوم منك 50 70 جنيه. ايه ده الكلام ده؟ ايه لازمته؟ مش عارف انا يعني انا عارف ان في ازمه موازنه، في فلوس، محتاجين فلوس، بس يعني حبكت دلوقتي، حبكت الان تخليها. طيب الحاجه الثانيه ده الموضوع المهم، يوم السبت هو طبعا النائب العام المستشار ابراهيم طلعت ابراهيم قدم يعني ادله جديده، وممكن ما يبقاش النطق النهائي يوم السبت، ممكن تتاجل علشان في متهمين جدد، في ادله جديده. حضرتك تتوقع ان ده ممكن يحصل؟ انا اتمنى ان تتاجل، اتمنى تتاجل. وانا اذا ليا كلمه اوجهها للشباب في الالتراس الاهلاوي او في البورسعيدي، اذا مات 70 واحد في استاد بورسعيد كلنا حزننا عليهم. انا رحت عزيت في بعضهم من بلدنا، من بلد جنب بلدنا، انا رحت عزيت وحزنت جدا، واقسم بالله انا بكيت احيانا على بعض المناظر وانا جدا متاثر. انا طبعا ما يعني المفروض احنا نقول انتم مالكوش في الكوره يعني، لكن احنا هنعمل مبادره ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله في خصوص يعني هذا الصدد. لكن انا بقول بتوع الالتراس الاهلاوي وبتوع بورسعيد، دعوا القانون ياخد مجرى، والوطن مش هيحترق عشان 70 واحد بدل ما يحترق 70 مليون. طب هنا هيقولوا لك يا استاذ احمد دعوا القانون ياخد مجراه، هو كل اللي ماتوا في المظاهرات ما حدش رجع لهم حقهم. احنا هنقعد لغايه امتى؟ مش اللي ماتوا في المظاهرات، يعني عندنا 25 يناير ماتت ناس، البالون مات ناس، مسبيرو مات ناس، محمد محمود مجلس الوزراء بورسعيد. قبل 25 يناير كم واحد قتل وشنق واعدم؟ كم واحد؟ وكم واحد مات في السجون؟ وكم واحد سنويا بيموت من المرض اللي الحكومه السابقه دخلته؟ كم واحد؟ وكم واحد الان مصاب بفيروس سي ومرض السكر وفشل كلوي؟ كم واحد بيموت على الطريق والسرطانات؟ يا اخي سرطان عند طفل مولود، سرطان عند طفل مولود. فمصر كلها كانت مستباحه، مصر كلها كانت محتله، يعني كان في تجريف للانسان المصري، كان في عصابه اسوأ ما فيها ان هي يعني سرقت انسانيتنا من جوانا، اسوأ ما فيها. مش الفلوس بتروح تيجي. فانا بقول للجماعه بتوع الالتراس معلش نستح شويه، اصل انا مش قادر احقق عدل لما اقيم دوله. لازم يفهموا ان انا هحقق العدل لما تقام الدوله، ومش اذا ما فيش دوله هيموت 70 مليون، البلد هتحترق. الناس لازم تفهم، لازم تتقي الله سبحانه وتعالى، لازم يبقى فيه. انا اذا انتقمت مره استرحت لبعض الوقت، لكن اذا سمحت استرحت كل الوقت. وفي النهايه ان في طرف ثالث، صحيح في طرف ثالث ربما معروف ولا مش معروف، في طرف ثالث بيلعب في البلد، فلازم احنا. طب ما فيش امل ان الطرف الثالث ده في امل يتقدم للمحاكمه وناخد حقنا؟ لا، قبل ما يتقدم للمحاكمه لازم تشيع جو المصالحه الوطنيه، عشان ما كلش واحد يتمطرس في مكان. اصل انت النهارده لما بتقول انا هحاكم، انا هقيم العدل، انا اقيم القسطاس، انت في النهايه بتخوف الكل. ما هو في الكل، خلي بالك. حسني مبارك ده طلع ذكي جدا جدا، الناس كانت فاكره غبي. حسني مبارك اسوأ ما فيه زي ما قلت لك، جرف الشخصيه المصريه ولوث كل المصريين، لوثهم. خلى ابن المستشار مستشار، وابن الضابط ضابط، وابن الدكتور دكتور، وابن المهندس مهندس، وابن مش عارف مين عايز بالك. وعمل قانون مش عارف اولاد العاملين في القطاع العام، لما ابوه يعيا ولا يموت الولد ياخد مكان ابوه. لوث البلد كلها، وما كانش حد اكبر شيخ فيك يا مصر ما كانش بيقدر يتحرك من مكانه لمكان تاني الا بياخد اذن من امن الدوله. الدنيا كلها كانت بايظه، المجتمع كان بايظ.
قعدنا 30 سنه، ده 30 سنه دول راس الجبل. احنا قبل كده 300 سنه في سرقه هويه الدوله مسروقه من 300 سنه. 300 سنه هويه الدوله مسروقه. ال 60 سنه الاخيره اللي كان حاله الضغط عشان تفكيك الدوله وانهائها خلاص من دورها الاقليمي تماما. ال 30 سنه الاخيره ديت كانت يعني انا اسالك سؤال، يوصل بالانسان المصري الدكتور الطبيب اللي احنا بنسميهم ملائكه الرحمه ومش عارف ايه، انه يشتغل يسرق طفل، وحد يسرق له طفل يجي يفتح بطنه وياخد الكليه والقرنيه، ولا راجل في كده، في بشر كده؟ ده افلام الرعب الامريكيه ما بيحصلش كده. دكتور طبيب بنصدر مين اللي خلاه وهو بيشتغل وبيكسب؟ اللي خلاه يعمل كده، اللي خلاه يعمل كده ان هو حسني مبارك نزع الانسانيه من الناس، النظام ناس. فانا بقول للناس ارجوكم ما تتعجلوش، لن يقام عدل الا اذا قيمت دوله وكان لها سلطان عشان تقدر تقدم ناس المحاكمه. النهارده القاضي حكم على الناس بالاعدام، فرحوا بتوع الاهلي، بتوع بورسعيد يعملوا ايه؟ هيولعوا في البلد. حكم القاضي باحكام حسب الورق اللي عنده، الاهلي هيولع. طب وبعدين هيتمزق الوطن. 70 واحد طبعا دم كريم، واسرهم انا عارف، حاسس لما اب بيفقد ابنه في ريعان الشباب، بس في النهايه ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ان شاء الله ربنا هيسترها. انا الوقت بيمضي معاك سريعا، انا يعني حاسس بحضرتك جدا، لان انت حضرتك بتتكلم من جواك من قلبك فعلا استاذ احمد، فالكلام طالع. يا ريت والله كل الناس تبقى زي حضرتك، والناس تخاف على البلد. لا انا اسوء واحد في الناس بصدق. لا الناس كلها في الشارع، المصريين معجونين بحب بلدهم. انا هقول لك يعملوا احصائيه في اي دنيا، يشوفوا اي دوله في العالم الناس بتغني لبلدها قد ايه وبتفرح ببلدها قد ايه. المصريين الشعب المصري ويبقى هنا عاوز يروح ينط في الميه، واول ما يوصل هناك يقول لك يا حلاوه مصر يا هوا مصر، طب ما انت هربان وطفشان. فالمصريين علشان انا برضو بعقب على الكلمه اللي احد المتصلين لما قال بلد مليانه كتير خونه بس فيها شرفاء كتير، ومصر هتفضل في رباط الى يوم الدين. ده فيها وصيه من النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام، قال استوصوا باهل مصر خير. الوصيه دي لكل المؤمنين. انا بستغرب جدا اشمعنى مصر؟ لا طبعا لانه مصر هتقود الدور الحضاري. انا بقول لك الثوره هتنجح، مش علم بالغيب، لكن الثوره هتنجح ان شاء الله، ومصر هتقود الدور. هنتعب هنتعب بنطلب من محمد مرسي ان يشد حيله شويه ويصلب عوده واحنا وراه. بنطلب من الناس كلها تنزل الشوارع، عشان مش هنسيب قله مأجوره تتحكم في مصير الوطن. هتحرقه وبعدين هتاخد الطياره وتمشي ان شاء الله. انا متفائل باذن الله. استاذ احمد بديع المتحدث الرسمي في حزب الوطن، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ما تقلقوش، احنا ان شاء الله والله هننتصر في الاخر، وما تقولوش القنوات الدينيه بتبقى واقفه وماسكه العصايه في النص. احنا بس بنعرض كل وجهات النظر، وبنحاول ان احنا نبين للناس ايه اللي بيحصل، لكن احنا بنطالب الرئيس مرسي ان يكون حازم. ما فيش حاجه، كفايه تراخي، كفايه الناس تعبت، الناس خلاص ما عادتش قادره. احنا عايزين يبقى في قوه، في حزم لكل من تسوي له نفسه انه يخرج عن القانون بالقانون، مش بالبلطجه، بالقانون بس مش بلطجه. ده اللي احنا محتاجينه. وبرضه دعوه للرأسمالية الوطنيه تنزل، حرام كده. كل مش هتلاقوا في مصر حاجه. انتوا خدتوا بخير مصر كتير، ادفعوا شويه. بالظبط، ادفعوا شويه، مش هتلاقوا عشان بلدكم. مش هتلاقوا بعد كده، مش هتلاقوا. الناس في اوروبا، في امريكا، واحد مش عارف 16 مليار عاملهم للخدمه العامه، 16 مليار دولار مش جنيه. يا اخوانا الرأسمالية الوطنية لازم تنزل ان شاء الله، لازم تنزل، لازم نتنازل عن ارباحنا شويه، بدل ما نزود كارت التليفون والكيلو وباكو الشاب وجنيه وربع بقى بجنيه ونص. الحاجه الحزينه ان شاء الله. ان شاء الله استاذ احمد هنتقابل الاسبوع القادم، وان شاء الله كل حاجه تعدي على خير. لا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله احنا متفائلين. انا بشكركم طبعا اللي انتوا يعني استحملتونا الفقره ديت، بس احنا كنا بنقول اللي بيحصل في الشارع. احنا مكملين معاكم فقراتنا. الفقره القادمه هي الفقره الطبيه عن آلام عنق الظهر. انتظروا. آلام عنق مصر. آلام عنق مصر فعلا، الشعب المصري تعبان. انتظرونا بعد الفصل.